الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فكثرة الزلازل وشمولها ودوامها من علامات الساعات الصغرى وأشراطها، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. فكثرة الزلازل وشمولها ودوامها من علامات الساعة الصغرى ومن أشراطها. وزلازل الدنيا آية من آيات الله التي تذكرنا بيوم القيامة وأهوال الآخرة، فهي من أشراطها وتذكر بها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وقال تعالى: ورجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، أي حركت الأرض وتزلزلت واضطربت، وفتتت الجبال فصارت كالدقيق المبسوس وهو المبلول، فأصبحت كالغبار المتفرق. رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. رجت الأرض رجا، حركت الأرض وتزلزلت واضطربت، وبست الجبال بسا، فتتت الجبال فصارت كالدقيق المبسوس وهو المبلول، فكانت هباء منبثا فأصبحت كالغبار المتفرق. تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين: القسم الأول الأشراط الصغرى، وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة وتكون من نوع المعتاد، كقبض العلم وظهور الجهل والتطاول في البنيان، وقد يظهر بعضها مصاحبا للأشراط الكبرى أو بعدها. القسم الثاني الأشراط الكبرى، وهي التي تقارب قيام الساعة مقاربة وشيكة سريعة، وتكون في ذاتها غير معتادة الوقوع، كظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها. قسم بعض أهل العلم أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى 3 أقسام: قسم ظهر وانقضى ووقع وفق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كظهور الفتن وقتال الترك وغير ذلك. وقسم وقعت مباديه ولم يستحكم ولا يزال يتتابع ويكثر، كخروج الدجالين وكثرة الزلازل. وقسم لم يقع منه شيء لكنه سيقع. القسم الأول والثاني من أشراط الساعة الصغرى: ظهر وانقضى ووقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني وقعت مباديه ولم تستحكم ولا يزال يتتابع ويكثر. وأما الذي لم يقع منه شيء فهو القسم الثالث، فيشترك فيه الأشراط الكبرى وبعض الأشراط الصغرى. من هنا يتضح أن كثرة الزلازل من أشراط الساعات الصغرى التي ظهرت بدايتها ولا تزال تتتابع وتكثر حتى تستحكم، حتى يطلق على بعض الأوقات سنوات الزلازل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة
حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض. أخرجه البخاري. دل هذا الحديث على عدة فوائد. الأولى أن كثرة الزلازل من أشراط الساعات الصغرى التي ظهرت بدايتها ولا تزال تتتابع وتكثر حتى تستحكم. الفائدة الثانية التنبيه إلى وقت تكاثر الزلازل ومدى ارتباطه بتفشي المعاصي وظهور المنكرات من قبض العلم وتقارب الزمان وظهور الفتن وكثرة القتل. فألق نظرة حولك وراجع ما يقع في دنياك، وارجع البصر كرتين حتى تشمل به الزمان والمكان والعالم الذي وجدت فيه وما يجري فيه من حوادث ويدب فيه من خلائق ترى مصداق ذلك. الفائدة الثالثة أن المراد بكثرة الزلازل هو أن يتوافر فيها صفتان: الشمول والاستمرار والدوام. قال ابن حجر: قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل، ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها. المراد بالشمول أي جميع أرجاء الأرض، والمراد بالدوام تقارب ما بين الزلازل بحيث تكون على مدار العام. سجلت لنا كتب التاريخ الإسلامي كثيرا من الزلازل التي وقعت في بلاد العالم مع الوصف التفصيلي لما حدث من هدم وخراب وهلاك، كما في المنتظم لابن الجوزي، والكامل في التاريخ لابن الأثير، وتاريخ الأمم والملوك للطبري، والبداية والنهاية لابن كثير، وشذرات الذهب لابن العماد، وكتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. عقد الحافظ ابن الجوزي فصلا في كتابه المدهش في بعض الآيات والزلازل من سنة 20 حتى سنة 52 و500. دون الحافظ السيوطي في كتابه كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة، دون طرفا من الزلازل الواقعة من سنة 20 إلى سنة 41 و600. ثم زاد عليه تلميذه الداودي حتى سنة 40 و900، وكذا تلميذه عبد القادر الشاذلي المؤذن حتى عام 90 و900. الناظر في هذه الكتب لا سيما كتاب السيوطي يرى مدى الكثرة الكاثرة للزلازل في كل مكان ومدى التقارب بينها. أما ما يتعلق بإحصائية الزلازل في القرن العشرين فإنها تطلعنا على مدى الشمول والدوام والاستمرار للزلازل في أرجاء الأرض، بما يؤكد مدى تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وجود كثرة الزلازل في آخر الزمان. يؤكد هذا ما جاء عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي، أو قال على هامتي، فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وحديث صحيح. إذا رأيت الخلافة أي خلافة النبوة قد نزلت أرض المقدسة أي من المدينة إلى أرض الشام، كما وقعت في إمارة بني أمية كما قال القاري، فقد دنت أي فقد قربت الزلازل والبلابل. قال الخطابي: البلابل الهموم والأحزان، وبلبلة الصدر وسواس الهموم واضطرابها. قال: وإنما أنذر أيام بني أمية وما حدث من الفتن زمانهم،
في الحديث إشارة واضحة إلى وقوع الزلازل في هذه الأيام، وها هي تقع هنا وهناك لتؤكد صدق ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم: ولتعلمن نبأه بعد حين. أخبرنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عن كثرة الزلازل في آخر الزمان، بحيث تصير كثرة الزلازل سمة من سمات السنين والأيام، حتى تسمى هذه الأوقات بسنوات الزلازل. فعن سلمة بن نفيل السكوني قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فقال: إني غير لابث فيكم، ولستم لابثين بعدي إلا قليلا، وستأتوني أفنادا يفني بعضكم بعضا، وبين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. أخرجه أحمد وابن حبان وأبو يعلى والطبراني بإسناد صحيح. ستأتوني أفنادا، الأفناد الفرق المختلفين، يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى الفتن والحروب التي جرت بعده بين المسلمين بعضهم البعض، وما زالت إلى وقتنا هذا تحدث بين الحين والحين، يشعل فتيلها اليهود والصليبيون. موتان بوزن بطلان الموت الكثير الوقوع. بواب ابن حبان على هذا الحديث بقوله: ذكر الأخبار عن وجود كثرة الزلازل في آخر الزمان. فكثرة الزلازل من علامات الساعة الصغرى. أسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.